يوم جا ذاك اليوم ولا عند وزاره الصحه، قال ابي وظيفه ماسك سيره مع الناس، قالوا والله تقرا تكتب اقل شيء، قال والله لا اقرا ولا اكتب ولا شيء. طيب وش تعرف؟ قال والله اسوق. قالوا زين مطلوب سواق، قال بس تكفى لا تروح تصلح لي سواق يا زينها. يا سلام. تسوق مضبوط؟ قال الحمد لله معي ليسن معي رخصه، واق رقم واحد ما يحتاج. قالوا بس توكل على الله. وش المطلوب؟ قالوا عندك خيارين الان، عندنا زي ما تقول تخصصين او عملين للسواقين، نبي سواقين، واحد يوصل اجهزه طبيه من المستودعات للمستشفيات. يا سلام. قال هذه واحده. الثانيه قال الثانيه نبي نسلم السياره، يلتزم التزام تام لانه مسؤول الان، يشيل الكادر الطبي من العماره الفلانيه ويوصلها للمستشفى، ومن المستشفى الى العماره للعماره، بس للسكن. هذا مهنته. بس ليش انها يعني شوي معه متسع وقت؟ لانه دقيق. الدكاتره ذول عندهم عمليات وعندهم اللي مختص اشعه واللي فبالتالي عملهم حساس، لازم بالوقت يعني بدقيقه. هي قال لا والله خلوني مع الدكاتره ولكم علي اني ما اغيب ولا اتاخر ابد. قالوا بس احنا نبي واحد مضبوط. الرجال هب ريح وخدمي مقبل كذا على الحياه، سن الحصيني بسم الله عليه، الله يطول عمرك، مره حبوب وسمح وخدمي وده يفزع لكل الناس. بس مشكلته هالقرايه والكتابه ذي معرقلته شوي. المهم انه دلوه السكن وسلموه السياره، قال هذه سياره بمحروقاتها معك عهده. يا سلام. ابد حتى خارج وقت الدوام خلها تحت رجلك، بس اللهم ها لا تاخر. قال ابد. ايوه. صار قبل لا ينزلون الدكاتره بنص ساعه وهو واقف، ولا جاوا يطلعون مثل نص ساعه ما فيه، لازم حطوا وقت احتياطي. والله هو وديهم ويجيبهم وديهم ويجيبهم. همه عشر وسيع صدر. دلوا يركبون، ركبوا معه واتس يور نيم، ما يدري شو يقولون بالانجليزي. يتعلم. واحد منهم شوي يكسر عربي، قال اسمك؟ قال ناصر. بدا يتعلم منهم كل يوم، يلقط كلمه كلمتين كلمه كلمتين. يوم راح سنه ولا يعني يسولف معهم بس على خفيف، شيء يفهم وشيء ما يفهم، لكنه وين صار يعرف انجليزي تقريبا. حلو. اي يوم اخذ له السنه من عرض اللي يروحون ويجون الكادر الطبي ذا طبيبه هنديه، اقول هنديه اقول ما شاء الله، طق خلقها من السكن، ابي تطلع تروح تشتري اغراض، لكنها الجاهله عمى، ما معها لغه عربيه ولا تعرف، ما معها سياره، يعني تخاف حتى الصرف ما تعرف له، كل شيء مجتمع عليها مره. ما تعرف انجليزي، تعرف انجليزي بس المشكله اللي في السوق مو كلهم يعرفون انجليزي. غير كذا ما تدل، يعني يبي لها رجال ثقه. هي وين تلقى رجال ثقه؟ ما تعرف الا ناصر. قالت تعال يا ناصر وش رايك توديني للسوق اليوم وبعطيك حقك؟ قال لا وديت لو ما بتعطيني ما يخالف. متى تبي؟ قالت العصر. قال العصر انا عندك. يا سلام. فعلا والله راح وتغدى وعود عليها، وقف سيارته في الظلال، حولت وركبت وراء، راح طبعا تكلمه بالانجليزي. قالت عاد امش معي حيث انك تترجم وتعلمني الاسعار وتفهمني، ما اعرف انا. حلو. خذت لها مقضيات واستانست وتغيرت جو ورجعت. عقبها باسبوع قالت يا ناصر ابى اروح كذا، ابى اروح الكذا. صارت تروح وتجي معه، يعني مو بعمله ولكنه زي ما تقول فزعه منه مروه، وهي كريمه مي بتقصر عليه، يعني تعطيه شيء بسيط. اي والله استمروا على ذا الحال تقريبا. طبعا مو بكل يوم تروح معه، في الشهر مرتين ثلاث. يوم اخذت معه سنتين. اي وهي عينها عليه. تناظر الرجال لا يناظرها، جات تركب ولا تنزل، ولا هو بقليل ادب ولا يتكلم معها، يعني ما شاء الله ابدا محترم طباعي ما شاء الله. اي لا بالله محترم جدا جدا، في حاله وياكل عيش على ما قالوا، يبي وظيفته وشغله. يوم اخذت سنتين قالت ناصر، قال نعم. قالت انت متزوج؟ قال لا، وين انا وين الزواج؟ قالت ليش؟ قال انا وظيفتي بسيطه واكد على امي وحالتنا يعني الامور مصلحه، ما هي بالحين. ايوه لكن انا اجمع شوي من راتبي عند امي، وان شاء الله عقب سنتين ثلاث الا من الله يسر لي مبلغ تزوجت. نعم الدنيا شوي. قالت يعني عذروا بعوقك الدراهم. قال لي قال طيب وش رايك تاخذني بس انا بيك؟ ما شاء الله. ابى اتزوجك. طبعا الشيء اللي يمكن ما خطر في بالكم كلكم، هنديه في الخمسينات الميلاديه، بس انها زينه ولا الا عند اهل الكويت بالذات، يعني كونهم محتكين بالهند تجاريا. نعم. الهند ذيك السنين وينك يا الهند؟ طبيعي صحيح. طيبه. والهند تقول اليوم اليابان مثلا. نعم. يعني بلد متحضره وبلد اقتصاديه وبلد وين؟ صحيح. قال هنديه ودكتوره، واو سبحان الله العظيم. بس المشكله قال والله انا ما عندي مانع بس امي ايش بقول لها؟ قالت شوف روحك وعلمني، انا صامله صامله. قال انا ما عندي مانع اشاور الوالده. راح لامه قال يمه ما ودت تشوفين عيالي واتزوج. قالت الساعه مبارك، انا والله حاطه عيني على بنت خالك فلان. قال لا بنت خالي فلان تشبه له، ما
خلينا انا جاي تسمع علم زين. ايوه. قالت وشو؟ قال وش؟ قال انا جاي تسمع علم. قال معنا طبيبه هنديه والله امها محترمه مؤدبه مسلمه والله امها ما فيها خلاف النبت والحرمه بالعربي. الان لي معها 3 سنين. قالت يا ناصر انا بيك سنكتبين والله امه فرصه اجوديه وطبيبه. اي منا عقب اسبوع اسبوعين اقتنعت لهم. قالت يا ولدي شانك وبكيفك. عود عليها. قال ابشرت امي موافقه وخلاص بنتزوج. قالت خلاص وين خلاص معك؟ لا يا ابوي مو بخلاص. قالت مثل ما عندك عندي. بشاور. احنا عندنا بعد عادات وتقاليد وكوني باخذ واحد من الكويت ما هو بهندي هذه مشكله. وبعدين في علوم ان انت ترى ما تدري عنها. قالوا وش هي؟ قالت ابوي من اثرى اثرياء الهند. ما شاء الله. ثري جدا 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 ويملك مزارع بالكيلوات. ما شاء الله. يعني ما تصدق. ما شاء الله. هو يعتقد انها جايه تبي تكون حياتها وتبني لها غريفتين 3 هي واهلها. اذر ابوها مليونير. فوق ملياردير. ملياردير. الله. قال طيب اجل انت ليش متغربه وجاي؟ قالت انا جايه تعلمت الطب ومن دافع انساني اني اجي علشان فيه بشر محتاجين هذه المهنه ويستفيدون من العلم اللي انا اكتسبته. والهند مليانه اطباء فما يحتاجوني هناك. فجيت ادي هالرساله الجميله. بس يا سلام. اي والله. إيه. لا خله يقول ما ابي. المهم طال عمرك. قال طيب وش السؤال؟ قال تصبر انا اعرف تفكير ابوي ان قلنا له موظف وهذه وظيفته ما راح يقبل. كنت تدري انت كويتي قدم على سجل تجاري ومؤسسه. تقولها هي؟ اي ما شاء الله. قال وين مؤسسه تبي فلوس تبي محل وتبي بضاعه. قالت كلش عندي مو بشغلك. ايوه بس راح جيب لي التصاريح. تمر الذيب وخلال اسبوع ولها مخلصها. قال هذه راحت معه هي. قال له الموظف وش تبي مؤسسه ايش يعني وش نشاطك؟ قال والله ما ادري وش رايك انت؟ قالت قله استيراد وتصدير. يا سلام. سجل استيراد وتصدير وجابها وقال هذه. قالت تمام دور لي انشط شارع في الكويت. اوه. قال والله الشارع الفلاني. راحوا ولا فيه دكانين جنب بعضها مسكره تو راعيها معزل منها طالع المستاجر. قالت هذه تصلح. عطها اجار والله وياخذها اجارات كلها وياخذها يضربها بو يركب انوار. ما شاء الله. قالت تمام هالحين شغلك زين. باقي بضاعه. اشترى بضاعه حطها فيه. شوفوا شلون داهيه وشلون تفكر. ايوه. يوم رصها بضاعه يعني هو ما لا خبره ولا يعرف يبيع ولا يعرف يشتري يعرف يمسك درك سوق بس. نعم. قالت بس حط لك كرسي واقعد مع المسلمين بس ويكون له خير. يوم قعد خذ له فيجي شهر شهرين بدا على ما قال تنعوش اللي له عيون وراس يسوي ما سووا الناس. اي نعم. دله في السوق يتلفت يسولف مع هذا يسولف مع هذا يسولف مع هذا. عروف البيع والشراء وعلموه علم شوي. نعم. يوم اخذت لها شهرين الثالث قالت ناصر. قال لبيه. قالت صك دكانك. قال وراه. قال بنروح للهند. الحين انت تاجر ما عاد انت موظف. ما شاء الله. شلون؟ قالت بعدين اعلمك اركب بس ولا حاجزت له في الطائره وكل هذا على حسابها الحين وتروح به. يقول لي لها الحين وانا حسب ان ابوها من بسطاء الناس ما صدقت انها كلامها يعني ان ابوي ثري وكذا او يكون ثراء معين او ثراء معين. لا نعم. كفاف يعني. يقول يوم اقبل اللهم ياك. الله. يقول يستقبلون ذاك الاستقبال. والله ما الله. يكفي الله يلا من فضلك. اي والله يلا يلا من من فضلك. فضلك. خلي الحصين اللي ما بالهنديه. اي يلا من فضلك. والله طال عمرك. هو يقول دخلنا المزرعه حرس ما شاء الله. وعمال ودنيا وفواكه. يقول والبيت هناك ما تطول البندق من الباب. ما شاء الله. يقول قصر. يقول يوم اقبلنا عليه يقول ابوها رجال امها يقول ما هو بسواليف اسد. يقول ويهلي ويرحب يتكلم معنا هندي. يقول هي الترجم. المهم قلطهم وجلس في ضيافته اول 3 ايام معزز مكرم مغري يتمشى وياكل فواكه في هالبستان. ما شاء الله. مستانس. رزقها الله. اي والله. قالت هالحين حاتسبون ترى ركدته. اي. علمته وش انت جاي له وش صنعك. جو جلس معه وتكلم معه طبعا بالانجليزي وتترجم البنت نفس الطريقه. قال انا يشرفني اني اتزوج الدكتوره فلان. لا والله بنتي كلمتني وتقول انك انت يعني في الكويت وكذا انت وش وضعك؟ قال انا تاجر. هي معلمته. قالت قل تاجر وبس. لا تعلم متاك بادئ تجاره ولا تعلم كم دخلك. هالمحل عن الذمه بس اسم انك تاجر. طبعا قدم استقالته من الوظيفه. سبحان الله. قال انا تاجر ومعروف في الكويت وعندي محل وعندي وبخير الحمد لله. قال اذا ما دام وضعك المادي زين الشأن شأنه. انا بالنسبه لي بنتي رابيه في مستوى ما بيها تنزل عنه عشان ما يصير في مشاكل. بما انك بتعيشها في نفس المستوى خلاص ما هو يحس من كل التجار مثله. الابو تاجر حسب بس على نفسه. وافقت البنت ويسوي لهم حفل الابو يعني في وقته تكلموا عنه المنطقه اللي هم فيه كلهم. ما شاء الله. ودعا امه لا اله الا الله في ذاك حفل يحسابه الى اليوم في دياره. ما شاء الله. وياخذها
ويجي للكويت وتجيب منها 4 ما بين ولد وبنت. قالت له اسمع، ما دام استيراد وتصدير، مزرعه واحده من مزارع ابوي تغطي دكاكين الكويت كلها. ما شاء الله. فانا اشوف ان عندكم الرز من الاشياء الاساسيه في الاكل، فانا بكلم ابوي يصير يصدر لك الرز بسعر منطقي ومعقول وتتبيعه. وانت بيع. نعم. قال لي بس انا ما عندي خبره. قالت بسيطه، اجيب لك من عمال ابوي ناس خبره وثقات نعم. يعلمونك ويشتغلون معك. يا سلام. سبحان الله. يا سلام. وفعلا والله، وتجيب هكا الشباب طال عمرك ثقه، ابائهم يشتغلون عند ابوهم ويقضبون المحلات ويشتغلون ويعلمون. يوم اخذ سنه ولا رقم واحد في التجاره. ما شاء الله. الرجال نفسه ولا شيخ ولا يبيع جمله ويبيع على الكويت، صار يبيع خارج الكويت ما شاء الله. وصار من اثرى الاثرياء. وجابت له 4 عيال ما بين ولد وبنت كلهم الان اطباء. ما شاء الله. اي والله. ما شاء الله. فرزقها الله واغتنى من الله، ثم منها الهنديه. خلك اللي ما تبي الهنديه. من هو ذا؟ ما نقول اسمه. النيث الطيب. من هو؟ سنه يا ابو راكان. اي من الخمسينات. من 70. اي. من قال له؟ هذا لا ما نقول هذه من بركات النساء. اي بعض النساء مبروك. نعم. ما شاء الله. بهين ما يبي الهنديه. لا يسأل عن الاسم عشان يصير عديله. عاد عليك يا حبيبي. اي والله. تقول ابو سعد. اقول ادركنا كبار السن